من غلوهم هذه الأيام تنطنون في بطولات عمر بن الخطاب وفي صفات عمر بن الخطاب، فأردت من ناحية علمية أن أذكر 3-4 نقاط من مصادرهم حتى هم يبحثون. لا تكبروا الناس، لا تلبسوهم جبة وعمامة ليست لهم، لا تلبسوهم ثوبا ليس لهم. لما أرجع ماذا كتبوا في ترجمة الخليفة عمر بن الخطاب؟ ابن كثير الدمشقي هذا الأموي المتعصب يعتبروه إمام، تلميذ ابن تيمية الوهابية رأسا. يقول ماذا يقول ابن كثير؟ على العين والرأس. بعد ابن هشام صاحب السيرة، ابن إسحاق أستاذ ابن هشام، ماذا يقولون؟ ابن كثير في المجلد الثاني 296، وكذلك صفحة 153 في طبعة. ماذا يقول؟ من هو عمر بن الخطاب؟ يقول كان الخطاب والد عمر بن الخطاب عمه وأخاه لأمه. كيف؟ ما نعرف، تعالوا حلوا لنا إياها. أبوه هو عمه، هو أخوه لأمه. تعالوا يا علماء حلوا لنا إياها. يلا، من ابن باز إلى ابن الجناس. وأين المفتي؟ يقول والد الخطاب أخوه لأمه، يعني أمهم وحدة، الأب والابن أمهم وحدة. عادة العم يقولون مرت العم يصير وحدة. واحد يقول له ليش تزوجت أنت وأخوك خوات؟ قال أنه حتى نوفر مرت عم وحدة كافية إلنا. مرت العم وحدة تصير، الأم تصير وحدة، كيف تكون؟ يقولون الشيعة يتهمون، الشيعة يتكلمون. هذول مو شيعة، هؤلاء متعصبون وأمويون. كيف يكون أم وأم أبوه وحده؟ هذا النسب. فسروها أنتم، بس احنا نذكركم فيها. شيء آخر، نذكر نقطة أخرى. البخاري يروي وكلهم يروون أن عمر معصوم وعصمته أعلى من عصمة النبي. هذا الغلو. ليش؟ النبي صلى الله عليه وآله، هذا يقول ابن القيم وغيره، كان في صلاته الشيطان إجا راد يصرفه عن صلاته، تكامش وياه، ويقول الشيطان أبيض هم، تكامش وياه، ظل يتلاوى وياه حتى سال لعاب الشيطان على كم رسول الله، وقع ما يحلقع على كمة النبي وغلب الحمد لله وكمل صلاته. يعني النبي انتصر على الشيطان لكن بالمكامش وبصعوبة. أما عمر بن الخطاب يقول أنه والذي نفسي بيده، هذا البخاري مجلد 4 صفحة 96، مجلد 4 199، مجلد 7 93، وكررها. يقول والذي نفسي بيده لعمر، يقول لما لقيك الشيطان قط سالكا فجا رايح بدرب إلا سلك غير فجك، هرب راح منك. طيب هذا منو اللي أفضل؟ ليتكامش وياه الشيطان يا الله يا رسول الله حتى يغلبه، لو يهرب منه؟ هل يهرب منه أفضل؟ يهرب منه أفضل. هذا لازم يكون نبي. إذا منو اللي يقول أخطأ جبرائيل؟ أنتم. هذا أفضل من النبي. بعدين ماذا يقول علماءهم؟ يقول ابن حجر فيه فضيلة عظيمة لعمر تقتضي أن الشيطان لا سبيل له عليه، إلا أن ذلك
يقتضي وجود العصمة، يعني معصوم، وعصمته أقوى من عصمة النبي. عصمة النبي بعد المكامش، هذا لا، عصمة من الأول أقوى. يقول فكيف تفسرها؟ قالوا بسيطة، عندنا عصمة واجبة وعصمة جائزة. العصمة الواجبة لرسول الله صلى الله عليه وآله هذه مو لعمر، اللي عنده عصمة جائزة هاي ولو درجتها أعلى ما يهم، يعني بعد درجة عصمة عمر أعلى ولكنها عصمة جائزة. بعد يقولون أكو نبوة واجبة ونبوة جائزة. النبوة الواجبة لرسول الله، النبوة الجائزة لعمر، لأنه عمر محدث تحدثه الملائكة، يعني نبي. أليس هذا من الغلو؟ هذا تقولونه، هذه مصادر وهذه العلماء. أنا أسأل بعضهم، سألت واحد كل اللي يهرب منا الشيطان أفضل أو اللي ما يهرب منا؟ قال لي أنا أعرف شو تريد. قلت له طيب ما يخالف، جاوبني بالكاد حتى جاوب. يقول لا أنا مو رسول الله. لا، أرد أسألك قاعدة، الذي يهرب منه الشيطان أفضل ما يهرب منه؟ قال اللي يهرب منا أفضل. قلت له إذن عندك أنت عمر بن الخطاب أفضل من رسول الله، تعال عالج لي هذه المصيبة. وهو محدث، يعني نبي يوحى إليه، إذن خلص. ولذلك أنت لما عندك حديثين، حديث عن النبي وحديث عن عمر، تتبع عمر وتترك النبي لأنه أفضل. هذا مو غلو؟ هذا من شر الغلو، هذا الغلو. بعد هذه وحدة وفيها يقول، لاحظوا ابن القيم هذا تلميذ ابن تيمية يقول كان النبي يصلي فجاءه الشيطان ليقطع عليه صلاته فأخذه فخنقه حتى سال لعابه على يده. يمكن بعضهم يقول لكم هذا الحديث مو صحيح. الألباني في كتاب تمام المنة صفحة 304 يقول قد صح أن الشيطان أراد أن يفسد على النبي صلاته فمكنه الله منه وخنقه. هذا أخرج البيهقي، أخرج أحمد بن حنبل، بخاري، غيرهم، يعني حديث صحيح. طيب هذا ليس غلوا؟ يتهمون بالغلو. نحن ماذا قلنا؟ أولياء الله، أشهد أن عليا ولي الله. عمي عندكم ضراب الطبل ولي، بمصر يسمون الفقيرة ولية. الولي أمر عادي. علي سيد الأولياء بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. اللهم صل. نقول عنهم أنهم أئمة ربانيون. النبي في حجة الوداع وفي كتبكم وفي مصادركم بشر الأمة ب12 إماما ربانيا لا يضرهم تكذيب من كذبهم، وكالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، وكسفينة نوح من ركبها نجا. هو قال عنه. إحنا عمي لازم نسرق حقوقهم وننكر فضائلهم حتى ما تقولون ترضون عنا ولا تقولون غلاة. لا والله نحن مقصرون، حقهم أعظم من هذا. إمام رباني، رب العالمين جعله إمام، أنا ما جعلته. أنت منو اللي جعل لك زيد وعمر إمام؟ أنتم جعلتموهم أندادا لأهل البيت، أنتم سويتوهم أئمة. هذا المأمون إذا يناقش جمع المتكلمين والفقهاء حوالي 50 واحد وناظرهم من الصبح إلى الظهر، ومما قاله له قال لهم الكذب على رسول الله ألم تروا أنه من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار؟ قالوا بلى. قالوا طيب شلون سميتوا هذا خليفة رسول الله هو ما استخلف؟ قالوا لا. ليش كذبتم على رسول الله وتقولون خليفة رسول الله؟ بعدين إذا خليفة رسول الله وما عجبكم مثل عثمان قتلتوه، هذا مو كذب على رسول الله؟ إذا هو خليفة رسول الله ليش قتلتوه؟ وإذا مو خليفة رسول الله إذن تكذبون عليه. كيف يعني؟
هذا منهم المأمون يناقشه. هذه وحدة. شيء آخر، نقطة ثانية، عندهم واحد جمع 27 مورد، يعني 27 قضية، النبي يخطئ وعمر يصيب وينزل جبرائيل يأيد يقول له الكلام الحق مع عمر وانت أخطأت. ايش تردوا؟ من الأفضل؟ يعني النبي مسكين يخطئ ويصحح له عمر، هذا ليس غلوا عمي؟ هذا الغلو. يتفضلون على رسول الله صلى الله عليه وآله، يسموها ماذا؟ الموافقات. مرات يقولون الله وافق عمر، يعني عمر شو يريد؟ عمر يقول لو تنزلها آية، وإذا نزلت الآية يقول له للنبي احجب نساءك، كأن كاين نساء سافرات، احجب نساءك، قال لا، نزل جبرائيل بآية الحجاب. وأمثالها من أجل أن يمدحوا عمر بن الخطاب طعنوا برسول الله صلى الله عليه وآله. وكيف طعنوا؟ يقول بخيبر النبي قال خلينا نقص النخل، يقول جال عمر قال له مو وعدك الله أنه هذا النخل لك ولأصحابك؟ قال إيه؟ قال ليش تقص نخل أصحابك؟ قال له والله صحيح الحق وياك. يقول بطريق تبوك، هو وين كان عمر؟ بطريق تبوك، يقول خلصت أزوادهم فقالوا له نذبح بعراننا، نذبح الجمال. قال لهم شو تسوي؟ اذبحوا. فبدأوا يذبحون. إجا لي عمر قال له تذبح، يذبحون جمالهم شلون يرجعون مشي هالمسافة الطويلة؟ قال له رحم الله والديك شو اسوي؟ قال له جمع بقية أزوادهم وانت نبي ادعو عليها الله يبارك بيها. يقول جمع بقية أزواد. قال له جزاك الله خير. مثل حجي بسيط يصورون النبي سار رأي يصحح. وأمثال هذا وأمثال كم رووا، كم طعنوا في رسول الله صلى الله عليه وآله حتى يمدحون عمر بن الخطاب. نقول هذا غلو وما نقبل هذا. قلت لك هاي الموافقات، شوف اللي كتب ألفوا فيها، كتب بعدهم لسه ما متراجعين عنها. قلت لأحدهم فسر لي معنى الموافقات، ما معنى أنه أخطأ النبي ونزل جبرائيل فوافق عمر؟ ما معنى ما يفسرها ومعروفة. يقول اللي ألفوا كتب في الموافقات نفائس الدرر في موافقات عمر، قطف الثمر في موافقات عمر، شرح نظم الدرر في موافقات عمر. بعد فلان الموافقات العمرية للقرآن، الموافقات التي وقعت في القرآن لعمر، الدر المستطاب في موافقات عمر بن الخطاب، نظم الدرر قصائد شعر في موافقات عمر. بعد عندنا أنواع اقتطاف الثمر في موافقات عمر، شرح نظم الدرر في وهكذا وهكذا. يعني معناه أمر متفق عليه علماءهم وكلهم يقولون نعم. كيف؟ يقولون النبي كان في قنوته يلعن فلان وفلان من قريش، فنزل جبرائيل كمش ايده بقنوته قال له الله يقول لك أنا ما دزيتك لعان. قال له شنو؟ قال له استغفر لهم امدحهم. منو هم الملعونين؟ الملعونين على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول بعدين النبي قال لهم يا الناس أنا إنسان أغضب وألعن، اللهم اجعل اللي لعنت أنا اجعل لعنتي عليه بركة ورحمة ومغفرة ورزقا وثوابا. وطلع الملعون أربح من غير الملعون. هذه شغلتهم، هذه من أجل أن يخلصوا الملعونين
طعنوا برسول الله صلى الله عليه وآله. هذه أيضا واحدة. بعد إن يكن في أمتي محدث فعمر بن الخطاب، الحق يجري على لسان عمر، الملك ينطق على لسان عمر. عجيب، يعني كل ما قاله صح. النبي يخطئ، النبي يقول أنا بشر وأغضب وأخطئ، لكن عمر لا، دائما على الحق. الملك ينطق على لسانه. أخذوا وما ينطق عن الهوى عطوها لعمر، أخذوا سقطات عمر حطوها لرسول الله صلى الله عليه وآله. هذا غلو بأئمتهم، هم المغالين بأئمتهم وليس نحن. بعد أذكر شيئا آخر، يقول أنه من المعروف رقة النبي صلى الله عليه وآله ورحمته، آيات القرآن، فبما رحمة من الله لنت له. بعد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعروف أن رسول الله صلى الله عليه وآله سخي الدمعة، يبكي خشوعا لله، يبكي رحمة لطفل، رحمة لفقير، معروف أنه يبكي. تعال شوف ماذا يروون. يقول هذا عن عائشة، مسند أحمد 641، يقول لما توفي سعد بن معاذ انفجر جرحه ورجع إلى قبته فحضره، عائشة تقول قالت عائشة فحضره رسول الله وأبو بكر وعمر. سعد بن معاذ رئيس الخزرج اللي هو في حرب الخندق تآمروا جاءه سهم وبعد منها استشهد. طيب تقول نصب للنبي خيمة حتى الناس يزورونه في المسجد، في ساحة المسجد. يقول دخل النبي عليه وأبو بكر وعمر لما توفي، فوالذي نفس محمد بيده، تحلف هم إني لأعرف بكاء عمر من بكاء أبي بكر وأنا في حجرتي. يقول أنا غرفتش قد بعيدة عن ساحة المسجد، غرفته هناك عائشة، هناك بجهة البقيع. يقول أنا أسمع بكاء، أميز بكاء أبويا من بكاء عمر على سعد. طيب وكانوا كما قال الله رحماء بينهم، ما شاء الله. طيب عال. قال علقمة قلت أي أمة يا أمي، فكيف كان رسول الله يصنع؟ النبي ايش سوى؟ تقول له كانت عينه لا تدمع على أحد أبدا، قاسي. شلون؟ ولكنه كان إذا زعل، يقول عينه ما تدمع على أحد، ما يبكي أبدا. إذا زعل يأخذ بلحيته، يقوم يشد بلحيته. بالله عليكم، هذا ما طلع، هذا الرواية ما تطلع أبو بكر وعمر أفضل من النبي؟ ومن يرويها؟ مسند أحمد بن حنبل وترويها عائشة. هذا أليس غلو وطعن في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بعد